السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة سلام لكل اللي بيسمعني، سواء كنت إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. رسالة سلام لكل عمار الكون، من أصغر ذرة لأكبر مجرة. رسالة سلام لكل حي عارف إنه حي، ولكل حي لسه ما اكتشفش إنه جوه حياة. أهلا بيكم. النهاردة احنا هنحب نبدأ كده في موضوع جدلي شويتين 3 4 5 6. الموضوع ده هو موضوع الأسئلة الوجودية، رحلة مختلفة تماما. أغلب البشر عادة لما ببدأ أتناقش معاهم بكتشف إن هم شايفين إن الأسئلة الوجودية هي رحلة شك، هي رحلة إلحاد، هي رحلة خروج من الدين. بس أنا رحلتي مع الأسئلة الوجودية مختلفة تماما. بشوف دايما إن الأسئلة الوجودية هي رحلتنا لمعرفة الإله بالشكل اللي إحنا المفروض نعرفه عليه، مش بالشكل اللي إحنا اتبرمجنا عليه. بمعنى إيه الكلام ده كله؟ بمعنى إن معرفتنا بربنا، أولا إحنا دلوقتي ناس كتيرة بتخلط، تقعد تقول لي يعني إحنا مش عارفين، هو أنت مدرب تنمية بشرية، ولا أنت شيخ، ولا أنت سلفي، ولا أنت صوفي، ولا أنت روحاني، ولا أنت بتقدم إيه بالظبط؟ بحب أقول لكم إن أنا كل ده، أنا كل التشكيلة دي. انا احب اقرا في الدين، واحب اقرا في الروحانيات، واحب اقرا في الصوفيه، واحب اقرا للسلفيه، واحب اقرا في الفكر، واحب اقرا في الفلسفه، واحب اقرا في علم النفس، واحب اقرا في كل الكلام ده كله. وصدقوني لما تمشوا الرحله بشكل حقيقي هتكتشفوا ان الرحله مع ربنا هي مزيج ما بين كل شيء. رحلتك وانت رايح تعرف ربنا هي رحله بتبدا بانك لازم تعرف نفسك. ما هو انت مستحيل تتخيل انك تعرف الاله وانت اصلا تايه هو انت مين. وعلشان تعرف انت مين مش هتحتاج ان انت مثلا تقرا افكار البشر. يعني في اوقات كتيره لما باجي اتناقش مع حد بيتكلم في العلوم الانسانيه اللي هي زي التنميه البشريه او علوم الاداره والكلام ده كله، مثلا هو يبقى خريج هندسه او خريج طب او خريج صيدله، الناس ديت عندهم اللي هي بالمعنى الأصح العلوم اللي بيسموها العلوم العلمية، أو مش فاكر اسمها إيه بالظبط، بس هو عنده العلم اللي هو 1+1 بيساوي 2. الموضوع مفيش عليه خلاف لحد ما يظهر قانون جديد يكسر القانون القديم. بعكس العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية هي علوم بالمعنى الأصح إرشادية. مفيش فيها 1+1 بيساوي 2، مفيش فيها قانون. الموضوع كل ما فيه هو بالمعنى الأصح تنبؤي أو توقعي. انت مفيش حد عرف طبيعة النفس البشرية الكاملة علشان يقولك هي كذا بالظبط. كل الحاجات دي هي توقعاتية. فبالتالي وانت رايح تبحث في طبيعة النفس البشرية هتلاقي الكلام وعكسه في نفس الكتاب، وممكن في كتابين عكس بعض، وممكن لأستاذ ولتلميذه. فوانت رايح تبحث بقى في طبيعة النفس البشرية هتقرأ آراء مختلفة كتير. فانت لازم هتبحث في علم النفس، وفجأة هتلاقي نفسك بتدور في فلسفة، فجأة هتلاقي نفسك بتدور في دين، فجأة هتلاقي نفسك بتدور لناس عارفين ومتصوفة، فجأة هتلاقي نفسك بتقرأ الأفكار فلسفية وفكرية، فجأة بتلاقي نفسك بتقرأ السلفيين وكتب فقهية. انت بتدور في أصعب حاجة موجودة على وجه الكون، النفس الإنسانية، النفس البشرية. فرويد تلميذه كارل يونج، الاتنين يعني كانوا في خناقات، على الرغم من ان ده كان تلميذه النجيب. يعني كارل يونج كان تلميذ فرويد النجيب، وعلى الرغم من كده اختلفوا تماما، والاتنين بقوا بيكفروا افكار بعض. مش تكفير اللي هو تكفير ديني، انا قصدي تكفير فكري. فالموضوع بالمعنى الأصح وانت رايح تعرف طبيعة نفسك البشرية ورايح تعرف الإله، انت محتاج تعرف نفسك، وعشان تعرف نفسك محتاج تمشي الرحلة، ومحتاج تمشي رحلة أسئلة كتير قوي موجودة جواك. بس هي الفكرة كلها بقى لما أنا بدأت أمشي رحلتي دي، بدأت أكتشف إن أنا كنت تايه فعليا، إن أنا ما كنتش أعرف الإله اللي أنا المفروض أعرفه. أول ما بدأت أخرج من وهم الإيجو بتاعي لقيت نفسي بخرج بره القطيع. أنا أولا كنت ما يعني أنا كنت شخص سلفي موجود في عيلة سلفية، فبالتالي إحنا دايما كنا مقتنعين برأي الشارع اللي هو بالمعنى الأصح رأي العلماء. أي خلاف لرأي العلماء ده كفر بين. افتكر ليا موقف قبل كده أيام ما كنت سلفي متشدد شوية، وحد بيكلمني عن الصوفية فقلت له دول كفرة، وقعدنا اتخانقنا كتير لحد ما قطعت علاقتي بيه، علشان هو مش شايف ان الصوفية كفرة، هو مش صوفي عشان بس ابقى واضح. واولا انا ما عادش ده رأيي طبعا خالص،
الصوفية مش كفرة، بالعكس أنا بحب جدا 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 أقرأ للصوفية بشكل كبير جدا. جلال الدين الرومي ده بالنسبة لي العشق. بحب أقرأ لابن عربي على الرغم من إن في كتير من السلفية بيكفروه، أنا الحمد لله بحب أقرأ لابن عربي. بس هو جلال الدين الرومي هو أكتر حد صوفي أنا بتأثر بيه. الفكرة كلها بقى لما بتبدأ تمشي الرحلة ديت، بتبدأ تكتشف إن أنت رحلتك مع الإله مش رحلة معرفة على قد ما هي رحلة حب. انت رايح علشان تحب الاله. انا لما مشيت الرحلة دي اكتشفت ان انا مش بس بحبه، انا اكتشفت ان انا بعشقه. انت بتعشق الاله، انت بتعشق ربنا، انت بتعشق وجود ربنا في حياتك وحكمته الخفية اللي بتدير كل حاجة موجودة في الكون. الفكرة كلها انك ما تعرفش هو بيدير الكون ازاي، نتيجة انك ما بتحاولش تفكر وتسأل نفسك هو بيدير الكون ازاي، نتيجة ان هم قالوا لك ان الاسئلة غلط. قالوا لك انك اوعى تسأل، اوعى تدور، اوعى تبحث، اوعى تشوف الحاجات اللي انت مش شايفها، واللي ايه بالمعنى صح، مش اللي انت مش شايفها، اللي احنا مش شايفينها. كان ده دايما عندي حاجة يعني تعتبر كوميدية شوية كنت بتريق فيها. اقول يجي الشخص الذكي يبدأ يفكر في اسئلة ذكية تتعلق بالوجود وبالإله، فيروح يسأل واحد نمطي اللي هو انا بصنفه ممكن يبقى غبي، فيروح الذكي يسأل واحد غبي على سؤال ذكي فيقول له ايه السؤال الغبي ده، اوعى تسأله تاني. فبالتالي ما يسألوش. الرحلة بقى كلها النهاردة هي رحلة جوه القرآن. القرآن ده يا جماعة هو نص روحي حي. القرآن مش هو المصحف عشان بس نبقى واضحين. المصحف مش هو القرآن. القرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام كلمات وحروف نص روحاني اتجمع بعد كده في عصر الصحابة. فالمصحف مش هو القرآن. فلما تيجي تقول ان حد اهان المصحف، حد اهان القرآن، هو محدش هان القرآن. اللي هو عمله كله ان هو اهان المصحف. المصحف مجرد ورق. القرآن نص روحاني اكبر من ان هو يهان، عشان بس نبقى واضحين. النص الروحاني ده بقى الناس اغلبها بتبقى متخيلة ان هي بتفسره كلمة كلمة وحرف حرف وآية آية. اولا النص القرآني لا يتفسر بالحرف حرف وكلمة كلمة وآية آية. النص القرآني هو نص حي. نص حي يعني ايه نص حي؟ يعني نص انت بتروح تقراه علشان يحييك. انت رايح علشان تحيا بالقرآن. انت مستحيل تبقى متخيل كده ان انت هتقرا كلام ربنا فتطلع تفسره. ربنا ذات نفسه بيقولك مش هيحصل. وهنقول دلوقتي هنقرا الآية دلوقتي اللي أنا جاي أقراها أصلا، لأن هي مربط الفرس في اللي إحنا جايين نحكي فيه. ليه الأسئلة الوجودية مهمة؟ ليه الأسئلة الوجودية ربنا وجدها؟ ما هو مفيش حاجة موجودة في كون ربنا ربنا ما شاءش لها بالوجود، فليه ربنا شاء بوجود الأسئلة الوجودية ديت؟ هو ده اللي إحنا جايين نعرفه، وهو ده اللي إحنا هنقراه في سورة آل عمران دلوقتي. الفكرة بقى كلها ان النص الروحي تفسيره ما بيظهرش الا للشخص اللي بيقرأ القرآن علشان يحييه. فلما القرآن يحييه يبدأ يطلع حاجات هو ما كانش متخيل ان هو ممكن يعرفها، وبعد ما يعرفها يجي يقرأ القرآن يلاقيها بقى في القرآن. فساعتها يطلع يقول لك انا فهمت كذا 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 في الآية دي. هو ما فهمش في الآية دي ان هو نتيجة ان هو قاعد عمال يفسر الآية دي، لا هو القرآن حيا قلبه. فلما حيا قلبه شاف حاجة هو ما كانش شايفها، وبعد ما شافها جه يقرأ القرآن لقاها فيه. الموضوع يا جماعة بجد، هو بالجد هو الموضوع معجزة. اينشتاين يقول لك ممكن تعيش الحياة على ان ما فيهاش معجزة، او ممكن تعيش الحياة على ان كل حاجة فيها معجزة. فعليا كل حاجة في الحياة معجزة. لو انت مؤمن ان في إله للكون ورب للكون فلازم تبقى مؤمن إن في معجزات. المعجزات موجودة لغاية دلوقتي، بس في قلوب وعيون بتشوفها، وفي قلوب ميتة ما عادتش بتشوف أي حاجة. الآية اللي احنا جايين نتكلم عليها النهاردة هي آية المحكم والمتشابه في القرآن. تعالوا نقراها كده، ركز فيها كده واحنا بنقراها واحدة واحدة، مش هنستعجل فيها، لأن الآية دي تقيلة قوي وليها معنى خفي. الحمد لله احنا اغلبنا بننسى المعاني الخفية للقرآن وبنمسك في الظاهر بتاعه ونبدأ نعمل عليه كتب. بس تعالى نقرأ كده الآية ديت ونشوف هو ربنا بيقول لنا هنا ايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. لاحظت ربنا بيقول لك إن هو أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. بدأت الناس فهمت إن في آيات محكمة وآيات متشابهة. المحكمة ديت هي الآيات القوية اللي احنا ناخد منها التشريع والفهم، والمتشابهة دي اللي تتساب، دي الكخ اللي في القرآن. استغفر الله العظيم. انت متخيل ان في واحد متخيل ان في آية كخ في القرآن؟ متخيل ده؟ ربنا بيقولك ان هو أحكم آياته، وهم يتخيلوا ان في محكمات ومتشابهات، حاجات حلوة وحاجات وحشة، ويبدأوا بقى يعملوا كتب على المتشابه في القرآن، ويطلع اللي يقولك في 160 واللي يطلع يقولك لا 160 انت غلطان ده في 180، ويقعدوا بقى يزايدوا على بعض ايه المتشابه ايه الوحش اللي في القرآن. استغفر الله العظيم. طبعا ده كلام لا يجوز. ربنا اصلا عشان يوضح لك بيقول لك ايه؟ منه ايات محكمات هن ام الكتاب. ام الكتاب اصلا عندنا معروفه كده ان ام الكتاب هي الفاتحه، يعني بالمعنى الاصح لما ربنا يقول لك هن ام الكتاب، يعني بالمعنى الاصح المحكم في القران هو الفاتحه، الباقي كله متشابه. يا نهار ابيض، يعني الباقي كله كخ؟ لا، الباقي مش كله كخ، المتشابه مش كخ. لو انت فهمت ان هو قران ربنا حرف حرف وكلمه كلمه، هيقوم ربنا قايل لك بقى بعديها، فيقول لك ايه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه؟ تأويله. اللي هو الناس اللي في دماغها وفي قلوبها مرض، هو متخيل ان هو يمسك القرآن حرف حرف وكلمة كلمة يأوله يفسره. وما يعلم تأويله إلا الله. محدش يعرف تأويل الكتاب ده إلا ربنا. فاللي ربنا هيفتح قلبه هيشوف، واللي ربنا مش هيفتح قلبه مش هيشوف منه حاجة. حتى لو هو جهبذ اللغة العربية مش هيشوف منه حاجة. واللي ربنا فتح قلبه حتى لو هو جاهل بالقراءة والكتابة هيطلع منه ضرر الناس كلها ما تعرفش تطلعها منه. الراسخون في العلم بقى هيقولوا ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا. مفيش حاجة بقى انا هقعد اطلع الكخ اللي في القرآن والحلو اللي في القرآن. مفيش كخ في القرآن. مفيش فكرة ان هو متشابه ده اللي هو اللي ما يبنيش على حكم او كذا او كذا، مش كده. امال ايه هو بقى يا احمد المحكم والمتشابه ده؟ صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم. حبيبي يا رسول الله. القرآن هو نص روحاني معجز نازل من الإله. الإله لما يبعت نص روحاني معجز نازل من عنده، وهو نص صالح لكل زمان ومكان. عقول البشر هي عقول محدودة، بتحكم على الآيات والحاجات اللي جاية لها من ربنا واللي جاية لها من العلم واللي جاية لها من الدنيا بناء على مفاهيم وقيود زمانها ومكانها. لما يجي ربنا يقول لك فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، ويقوم قايل لك فيه محكم وفيه متشابه، فهو بيتكلم في فكرة إن القرآن صالح لكل زمن. فبالتالي أنت هتقرأ القرآن دوت في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة، أنت هتلاقي فيه الحاجات بتاعتك. بس احنا جايين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ب 1400 سنة، فيا ترى النص ده ما عادش صالح لينا؟ لا، صالح لينا برضه. بس اللي صالح لينا
ما كانش صالح ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي كان صالح ايام الرسول عليه الصلاة والسلام مش صالح لينا دلوقتي. مش قصدي التشريع ومش قصدي الصلاة ومش قصدي الكلام ده كله، انا قصدي النص الروحاني وهو بيجاوبنا على اسئلتنا احنا اللي موجودة في زماننا دلوقتي. فهتلاقي الحاجات المحكمة اللي كانت وقت الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا متشابهة. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. أظن الآية ديت هي محكمة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وقت ما نزلت تقتلوهم حيث ثقفتموهم وقت الآية، لكنها عندنا دلوقتي مش محكمة، هي متشابهة. وفي نفس الوقت في آيات متشابهات أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وتيجي تسمع عن نظرية الانفجار العظيم فتبدأ تكتشف ان دي كانت متشابهة ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. آمنا به كل من عند الله. المؤمن بياخد كله من عند الله، انت مش هتقعد تفسره حرف حرف وآية آية. بس لما تيجي تكتشف العلم الحديث زي ما قلت لك، هتيجي تقرا تيجي تكتشف في القرآن. القرآن نص روحاني صالح لكل زمان ومكان. المتشابه والمحكم هي بالمعنى الأصح الصالحة لكل زمن. الصالح لكل زمن، الصالح للزمن ده المحكم بتاعه. اللي مش صالح للزمن ده المتشابه بتاعه. الصالح للزمن ده المحكم بتاعه. اللي مش صالح للزمن ده المتشابه بتاعه. وبالتالي النص دوت نص روحاني من الإله، فهو صالح لكل زمان. كل زمان هيلاقي المحكم بتاعه في القرآن، واللي مش محكم بتاعه ده المتشابه بتاعه. لأن في أزمنة تانية فيها المحكم بتاعها اللي موجود في القرآن. الفكر الإنساني فكر محدود بزمان ومكان، فاوعى تفرض فكرك وتشوف ان فكرك صالح لكل زمان ومكان زي القرآن. قاعد مرة في خطبة كده بتبقى بعد صلاة الفجر في رمضان، فيقوم الشيخ قاعد يعني وهو بيقول بقى يعني بيتندر على الناس الأغبياء. بيقول لك انت متخيل انك هتكتشف وتعرف وتفهم حاجة في الدين ما اكتشفهاش وفهمها سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، والناس تمصمص وشوفها يا سلام اكيد. متخيل ان هو بعد 1400 سنة مش هيكتشف ويعرف ويفهم حاجات ما كانش يعرفها سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر. انت بتقول يا احمد ان انت في حاجات هنعرفها ما يعرفهاش سيدنا، في حاجات هتعرفها ما يعرفهاش سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر. ولو كان الدين فهم وقف عند السنتين الثلاثة الاولانيين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم القيامة قام. ومعنى ان يوم القيامة لسه ما قامش يعني لسه الكتاب دوت فيه معجزات احنا ما نعرفش عنها اي حاجة. ولو فضلنا ان احنا نفكر وندفن راسنا في الرملة عشان ما نقولش ان احنا المفروض نعرف حاجات ما كانوش الصحابة يعرفوها، لا ما تقلقش انا ما عنديش بخاف. رحلتي مع ربنا عودتني اني ما اخافش. رحلتي مع ربنا عودتني ان انا اسأل وابقى جريء في ان انا افكر وافهم. ولسه هنبدأ نتناقش دلوقتي اللي بيحصل بقى ان هو في وجود اسئلة وجودية. ربنا دايما زي ما بشرح كده في الكورسات دايما بحكي لهم بقول لهم محدش بيخرج بره الكومفورت زون من غير ما ياخد بالشلوت. لو انت ما خدتش بالشلوت انت مش هتبقى عايز تسيب الكومفورت زون، منطقة مريحة انا ليه اسيبها؟ فلازم ربنا يبعت لك شلوت عشان يطلعك بره الكومفورت زون. ايه الشلوت بقى؟ بتاع الناس اللي تكبرت وشافت ان اللي هي فاهماه وان اللي هي وصلت له كفهم وككتب وكموروث هو دوت الدين ككل. الاسئلة الوجودية. الأسئلة الوجودية هي ضربة على وش أي حد بيجي يتكلم ويفكر إن هو جاب آخر الدين. الأسئلة الوجودية هي شلوت جامد جدا لأي حد يفكر نفسه إن هو بيتكلم إن هو إحنا جبنا آخر الدين، إحنا عرفنا كل حاجة، إحنا فاهمين كل حاجة، خلاص بقى إحنا بقى نبدأ نركز في دنيتنا. لا يا حبيبي، ده دستور حياة، ده ما بينتهيش. وعشان تعرف ان هو ما بينتهيش هبعت لك سؤال وجودي. سؤال وجودي هيلففك حوالين نفسك ويدوخك ويجننك ويخلي عيل صغير قد كده لا قرا ولا عرف يجي يكلمك ويعجزك. لما كنت تلميذ سلفي شويه وكنت مربي دقني وكده في الجامعه، كان يقول لك اوعى تروح تقرا للحاجات بتاعه الملحدين وبتاعه الناس ديت، لان الناس ديت هيلخبطوك وهيبهدلوك. لما تبقى العقيده راسخه تبقى تروح ترد. طبعا 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 لو انت عندك الإجابة انت مش هتقول للناس كده. لو انت عندك الإجابة عارف ان اي شبهة هيجيلك بيها هتقول له يا ابني سيب الشبهة دي، بص الإجابة 1 2 3 4 على الشبهة دي. انت ما عندكش إجابات،
فانت ما ينفعش يروح واحد مهزوز او واحد لسه ضعيف مش عارف حاجة، او واحد لسه ما اتبرمجش، اللي هو بقى بالمعنى الاصح مغيب مش قادر يشوف، اللي هو فكرة السؤال ده غبي ما تسمعلوش. السؤال ده غبي ما بسمعلوش، فما تسمعش السؤال. هو ده الطريقة الوحيدة بيهم عشان يجاوب على السؤال. انما لو هو عنده اجابة اصلا عن السؤال هيسيبك يقول لك روح اسمع. وبعد ما تسمع وتيجي تقول له والله يا شيخ انا لقيت كذا كذا كذا، فهو يقوم قايل لك تعالى يا ابني والله هي البنوت 1 2 3 4 5 6. فانت تقول له والله اقنعتني يا شيخ تمام قوي. هو ما عندوش اجابه، وعشان هو ما عندوش اجابه فهو بيخاف. في الاول انكروا وقالوا ما فيش الاسئله ديت، وكانوا بيستغبوا الاسئله ديت، وكانوا يستغبوا الملحدين. الشباب عمالين تلحد واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، بسبب ان الاسئله الوجوديه اللي هم لاقيينها مش لاقيين ليها اجابه. وطول ما احنا متمسكين بالطريقه اللي احنا بنفكر بيها عمرنا ما هنلاقي اجابات. عارف ان بدأت تظهر مدرسة تانية جديدة جدا، عمالة برضو بتفسر القرآن حرف حرف وكلمة كلمة. واحد يقول لك خليل يعني من خلال، واحد تاني يقول لك القبلة هي القبلة، واحد تالت يبدأ بقى يتكلم كلام كده عجيب ويقوم قايل لك الظالمون ديت يعني البره، الظالمين دي يعني الجوه. يا سلام يا سلام. واحد رابع يقول لك الزين حرف عزة. يعني ايه الزين حرف عزة؟ يعني اي كلمة فيها زين دي كلمة عزيزة. يا سلام. الله يخليكوا، ركزوا وانتوا بتدوروا. ربنا باعت الأسئلة الوجودية علشان تدوروا في أنفسكم، علشان تدوروا على إجابات. الأسئلة الوجودية هي بتنخ دماغ أي متكبر ومتجبر شايف إن هو جاب آخر الدين. ربنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنت ما جبتش حاجة. ربنا بيمرمغ راسك في التراب وهو جايب لك عيل صغير لو ناقشك هيرقعك وهيخليك مش عارف تجاوب على سؤاله. ليه مش هتعرف تجاوب على سؤاله؟ عشان انت ما عندكش اجابه. وليه انت ما عندكش اجابه؟ لانك ماسك في اللي وصل زمان. الجديد ان انت لازم تبدا تدور جواك وتعرف ان ده نص مقدس صالح لكل زمان ومكان، فيه اسراره اللي دايما بتقعد تطلع. صدمه حياتي وانا ماشي في الرحله دي ان انا كنت متخيل ان الدين هو الحق، واللي انا اكتشفته وكانت صدمتي ان الدين مش هو الحق. الدين هو الطريق الى الحق. الدين هو الطريق الى الحق. اذا ما مشيتش الطريق الى الحق فانت تايه. لو انت عبدت الدين زي ما الناس بتعمل دلوقتي وشفت ان هو الحق انت مشرك. وهتيجي يوم القيامة ربنا يقوم قايل لك الآية الصادمة: وما كانت فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيقوم ربنا ردد عليهم ويقول لك انظر كيف كذبوا على أنفسهم. اوعى تسيب نفسك للوقت ده. الدين مش هو الحق، الدين هو الطريق للحق. لو ما مشيتش الطريق مش هتكتشف الحق. اسعى انك تعرف ربك، وعشان تعرف ربك لازم تعرف نفسك، وعشان تعرف نفسك لازم تمشي في رحلة الحياة. وعشان تمشي في رحلة الحياة اوعى تخليهم يضحكوا عليك ويقول لك ما قل وكفى خير مما كثر وقالها، ويقول لك ده حديث. ايوه حديث، بس برضه هتلاقي في حديث تاني بيقول لك المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وبرضه في حديث بيقول لك ايه اليد العليا خير من اليد السفلى. ده برضه حديث. والرسول عليه الصلاة والسلام بيستعيذ من الفقر، وده حديث. لازم تمشي رحلتك في الحياة، لازم تحقق ذاتك، لازم تحقق وجودك. المسلمين زي ما قلنا في حلقة قبل كده في 40 سنة قلبوا الدنيا، قلبوا الدنيا علشان هم وما قل وكفى خير مما كثر وقالها. لا طبعا، المؤمنين قلبوا الدنيا علشان هم كانوا مؤمنين بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. انت ايه؟ انا بتاع ايه؟ انا بتاع تنميه بشريه. انا بتاع ايه؟ انا بتاع فلسفه. انا بتاع ايه؟ انا بتاع دين. انا بتاع ده. انا بحب ربنا، ولما حبيت ربنا ربنا نور قلبي. ولما ربنا نور قلبي انا بدات افهم الامور بشكل انا ما فهمتوش قبل كده. قلت لك في الحلقه اللي قبل كده ان ربنا نور قلبي باجابات محدش يعرفها غيري. ده نتيجه ان انا عبقري نهائي، بس نتيجه ان انا بدور، نتيجة ان انا بسأل، نتيجة ان انا ما بقولش ان الدين خلاص خلص وكل الاجابات خلصت نهائي.
انا بدور وبسأل، وببقى عارف اني لو دورت عليه بده والله ما هلاقيه، لو دورت عليه بالقرايه وبالحفظ والله ما هلاقيه. انا بدور عليه بقلبي، بدور عليه جوايا في المكان اللي فيه كل الاسرار. هنتكلم في المره الجايه في السؤال الوجودي الشبح، اللي انا بحب اسميه ابو الاسئله الوجوديه، وهو هل الانسان مسير ام مخير؟ الحلقه الجايه ضرب نار، ضرب نار بزياده، علشان احنا بالمعنى الاصح في كلام بيتقال على ربنا في اساءة ادب مع الذات العليا. هبقى عايزك كده تبقى حاضره وانت حافي من عقلك. بمعنى ايه حافي من عقلك؟ حافي من فكرة ان انت تبقى مخضوض من اللي احنا هنقوله، لان اللي احنا هنقوله يخض. اللي احنا هنقوله هنعري بعض المفاهيم اللي انت مفكرها دين وهي مش دين، بتسيء الادب الى الله. خلي بالك، اي معتقد فاسد هيخلي حياتك فاسدة. الفقر والجوع والتعب اللي احنا عايشينهم دلوقتي نتيجة مين؟ نتيجة ان معتقداتنا بقت فاسدة، نتيجة ان معتقداتنا بقت غير سليمة. لو صلحنا معتقداتنا هتتصلح دنيتنا. والله ما الفقر اخشى عليكم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم كده، والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا. الدنيا جاية. معتقد سليم دنيا تحت رجلك، هتجيلك الدنيا وهي صاغرة. هي ده اللي احنا عايزينه، تيجي تحت رجلينا، مش نبقى احنا مش لاقيينها وعمالين نقول كلام وخلاص. المرة الجاية هنقلب الدنيا، فاستعد علشان تيجي تقلبها معانا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم.